صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكون غنى وصحانا. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الهنا. بقالكم 10 ايام بتقولوا الجو ريحته مدارس. الجو بقى كله مدارس، شامين ريحة المدارس. انا بقول لكم النهاردة اول يوم مدرسة، يعني فعلا الجو بقى ريحته مدارس، يعني نصحى بدري، يعني في نشاط، يعني في خبز وعجن في البيت، يعني ريحة حلوة تفكرنا بأيام زمان، بالريحة الحلوة كده اللي كانت أمهاتنا الحلوة بتعملها. يلا بقى خليكي نشيطة وشاطرة، وهاتي كيلو دي من عندك كده وتعالي امني البيت بتاعك خير وخبيث. في الأيام اللي احنا بنعيشها الصعبة دي ربنا يرحمنا برحمته، لازم تبقي واعية وشاطرة وتعملي كل حاجة بإيدك في البيت. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي كده معانا هنا كده حوالي 100 جرام من الزبدة، وهنكمل عليها زيت، يعني ما يعادل مج الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي باللبن، زيت على سمنة، اسفة، زبدة على سمنة، وممكن تحطي سمنة يعني على حسب المادة الدهنية اللي عندك. وهنا ظرفين خميرة هنضيفهم على الكيلو الدقيق بتاعنا كده، ومعانا حوالي كوباية مية، يعني حوالي 100 ملي مية. هننزل بظرفين الخميرة وعليهم معلقة سكر زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، والمية تكون دافية ما تكونش سخنة ولا باردة. المية بتاعت الخميرة تكون دافية علشان ما تموتش الخميرة معانا. هنقلبها كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهنركنها على جنب دلوقتي. ايوه كده. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه. على الدقيق اللي احنا نخلناه هنضيف معلقتين سمسم، ومعلقتين من السكر، معلقتين من اللبن البودر، وده كيس صغير يعني هما معلقتين. هنقلب المواد الجافة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى ايه، ننزل بالسمنة او الزبدة والزيت بتاعتنا. يلا كده هننزل بيهم ونقلبها كده. بس خلاص هنغير الكف بتاعنا ونحط الكف اللي بنعجن بيه. هننزل بالخميرة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، ودي علبة زبادي، وطبعا مش اكتر من علب الزبادي الفترة دي في التلاجة. معلقة من البيكنج باودر صغيرة، وهننزل بظرفين فانيليا، وهنحط نص معلقة ملح صغيرة. نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقتين لبن على الزبادي، والحمد لله اهم طاروا، ونضفنا حوالينا كده وحطينا غيرهم. ايوه كده عجننا العجينة بتاعتنا كويس، وهنشيلها كده من العجان بتاعنا دهنة من الزيت كده، وهنحطها في البولة اللي هتتخمر فيها. هنسيبها لحد ما تخمر معانا كويس، وطبعا ما اقدرش اقول لكم هتقعد قد ايه عندكم، على حسب المكان. ممكن تاخد نص ساعة وممكن تاخد اكتر، على حسب درجة حرارة المكان الوقت اللي هتتخمر فيه. يلا كده زي ما انتوا شايفين بعد ما خمرت معانا، يلا نطلع الهواء منها. ايوه كده. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل الورص الطرية بكل سهولة، هتقدري تعمليها بكل سهولة في البيت. اعجني واخبزي ولتي، وما تخليش كل حاجة نفسك فيها تعمليها. اوعي تحرمي نفسك من حاجة، لا انتي ولا ولادك. هنغطي كده العجينة بتاعتنا عشان ما تنشفش ونشتغل براحتنا. هنبتدي نقطع العجينة لكور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. ايوه كده. وهناخد واحدة من ورا التانية بالطريقة دي. الايام دي فعلا كل حاجة غالية. حاولي على قد ما تقدري تعملي حاجتك اللي تقدري تعمليها في البيت، اعمليه في البيت ووفري. بجد بجد ربنا يرحمنا برحمته. الفترة دي
صعبة على الكل، وربنا يصلح الحال. يلا هنجيب الصينية بتاعتنا اللي هنخبز فيها او الصاج بتاعنا، هندهنه كده دهنة من الزيت، وهنبتدي ناخد الورص بتاعتنا كده ونفردها، وطبعا هنسيبها تتخمر للمرة التانية. هتقعد حوالي ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، لحد ما تخلصي كمية العجين بتاعتك كلها. ايوه كده. وحاولي تسيبي مسافات عشان الورص ما تلزقش معاكي. هي مش بتسيح ولا حاجة، بس عشان تاخد توزيعة الحرارة حلو في الفرن وتستوي معاكي كويس. هنغطيها وهنركنها، وهنشكل باقي العجين بتاعنا بنفس الطريقة. هتخلصي الكمية كلها وهنعملها بنفس الطريقة، ولحد ما تخلصي اخر حاجة هتبتدي تولعي الفرن بتاعك. الفرن بتاعك يكون شغال على درجة حرارة عالية، يعني اعلى درجة حرارة في الفرن عندك هتشغليها. هتاخد وقت معاكي من 10 دقايق ل 12 دقيقة بالظبط، مش اكتر من كده. الورص بتاعتنا مش هندهن وشها اي حاجة، يعني مش محتاجين ندهن وشها لا لبن ولا بيض ولا اي حاجة. ايوه كده زي ما انتوا شايفين كده خلاص خمرت معانا، وفردتها للمرة التانية عشان انا مش عايزاها مرتفعة، انا عايزاها قرص حلوة طرية بيتي تتاكل كده ويكون نفسك مفتوحة وانتي بتاكليها. هندخلها الفرن على اول رف من فوق الصاجة كده، وراعي ودايما بصي على الحاجة بتاعتك وهي في الفرن. ايوه كده. يلا بقى شوف القرص بتاعتنا لما تطلع. القرص بتاعتنا طلعت وحلوة زي الفل. التسوية بتاعتها هي زي ما انتوا شايفين. اعملوها واملوا البيت خير وخبيز على الصبح. ربنا يحسن ما بين ايديكم. جربوها وانتوا مش هتندموا. بحبكم في الله، يا رب تكون نالت اعجابكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا يا صباح الخير. يلي معانا الكروان غنى